السلام عليكم، معكم كريم من أكل الشارع مع الصحاب. اليوم يوم كتير حلو، والشمس والحرارة مرتفعة كتير، ونحن بالحصري 6 أكتوبر. واليوم نحن عند مطعم هو قديم كتير بأكتوبر، وبنفس الوقت يعني ما في حدا عم يشكره، ما شفت له فيديوهات كتير. فصاحبنا مروان اللي بتعرفوه بالتحديات معي على طول حكالنا عليه وقال انه خلينا نجرب مطعم حمزه في الحصري، وخلونا نجربه مع بعض، وحنجرب شيء مميز انا ما جربته قبل هالمره بغير مطاعم برا، بس حجرب دلوقتي وقنبله البرجر وقنبله حمزه، فحنجربهم مع بعض واعطيكم رايي وتقييمي للموضوع، واستنونا. طبعا بعد ما استنينا لوقت ما خلصنا الطلب، طلبنا قنبله حمزه، طلبنا قنبله برجر من عند مطعم حمزه زي ما ذكرنا، والطلب صار جاهز. خلينا نجرب مع بعض ونعطيكم رأينا. خلينا ندوق مع بعض واعطيكم الرأي. طبعا هيك شكله، خلونا ندوق اعطيكم الرأي بالموضوع. بسم الله. طبعا قنبلة حمزة محشية سوسيس يمكن، ومحشية جبنة أكثر من نوع، ومحشية فراخ. العجين طيبة تمام. السوسيس العادي المعروف، وفراخ ستريبس. الفراخ طعمتها طيبة، مو أي سوسيس أو اللي هو هوت دوك، مو أي هوت دوك أنا ممكن آكله أو بحبه، بس هي كطعم طيبة. العجينة تمام، طعم العجينة طيب، طعم الجبنة طيبة، ما في عليها كلام كتير يعني، مش الواو يعني اللي أنا رح أجي لهون عشان آكلها، لا. خلونا بقى نجرب البرجر وملك البرجر، أدوقه وأعطيكم رأيي فيها بكل وضوح. هذا شكله، إن شاء الله تطلع طيبة، لأنه أنا من عشاق اللحم. طبعا فيها الكثير من الجبن، هذا الشيء بشدني طبعا. هذا شكله، خلينا نجرب مع بعض نشوف. أنا اللي جذبني فيها إنه هي غرقانة جبن، إن شاء الله الطعم يكون تمام. بسم الله. اللحم طيبة، بالنسبة لي برجر لحم طيب وحمزة طيبة، اثنين طيبين بس طبعا مختلفين. يعني أنا ممكن آخذ السوسيس والستريبس، هي إنه ممكن هذا عشوة خفيفة فطار، بفضله أكثر مثلا غدا وهيك شيء. لا، اللحم فيها نوعين لحمة، فيها برجر وفيها شاورما لحم، هذا الشيء كويس وحلو. آخذ لقمة ثانية بس بدي أحط لها شطة، أعطي مزازة طيبة شوي. أنا بحب الأكل سبايسي مش كثير مثل التحدي انه كان كثير. فخلونا ندوق اعطيكم رايي فيها. بسم الله. طيبه كثير اللحم، حبيتها، غرقانه جبن، هذا الشيء كثير حلو. طبعا هاي كانت نهايه حلقتنا مع مطعم حمزه. كتقييم للمطعم خلينا نقيمه، بس خلينا اول شيء اشرح لكم. كاكل اوكي تمام، نظافه اكل اوكي تمام، بس محتاج المطعم شويه نظافه للمظهر الخارجي. هذه واحد. اثنين، في عنده اعداد كبيره جوا ممتازه، وبالنسبه للكواليتي الاكل كواليتي حلو واسعار مناسبه. وبالنسبه للبرجر تقييمي لها للاثنين راح يكون 8/10. وهيك كانت نهايه حلقتنا لليوم. كان معكم كريم اكل الشارع مع الصحاب، والسلام.